يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا النهارده هنعمل تورتايه حلوه وسهله وبسيطه ومش مكلفه للدرجه. وغير كده لو اول مره تعملي تورته هتعمليها، ولو اول مره تدخلي المطبخ وما عملتيش قبل كده الكيك الاسفنجي هتعمليه وسهل وبسيط. اول حاجه معايا 6 بيضات. اول حاجه هنعمل الكيكه الاسفنجيه. معايا 6 بيضات، هنزل عليهم بنص كيلو دقيق اسبونج. طيب دقيق الاسبونج ده بنجيبه منين؟ من عند مستلزم الحلويات، او لو كان عندك عطار بيبيعه، يعني من عند مستلزم الحلويات او من عند العطار هتقولوا اللي عايزه دي اسبونج فانيليا او شوكولاته. اول حاجه هنعمل اسبونج الفانيليا. حطينا كده معلقه صغيره فانيليا، حطينا عليها نص كيلو دي سبونج على ال6 بيضات، وهنزل عليهم بمعلقه كبيره خل، وهنزل عليهم بنص كوبايه ميه. يعني هو ده بس اللي هتستعمليه في الكيكه الاسفنجيه الفانيليا. نص كيلو دي سبونج، 6 بيضات، معلقه خل، معلقه صغيره فانيليا، ونص كوبايه ميه. بس كده هنضرب لغايه ما يدينا القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب صاجه 30 في 35 او 30 في 40، هنحط ورقه زبده فيها، وهننزل الخليط اللي احنا ضربناه بالمضرب. ممكن تضربيه بالعجان او المضرب او بايدك. هو لو بايدك هتطولي شويه، لو بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي او بالعجان، يعني على حسب ما تحب، كله شغال. بس المهم لغايه ما يطلع كريمي معاكي زي ما انت شايفه كده. بس هسويه كده، وهكون مشغله الفرن على اعلى درجه. هحطه في الشبكه اللي في النص، مشغلش شوايه ولا اي حاجه، هو بس قولوا معايا، الفرن سخنة على اعلى درجة. هحطه على صاجين، يعني النص كيلو هحطه على صاجين، صاج 30 في 35 او 30 في 40، الصاجين يكونوا متساويين زي بعض. هنزل بالجزء التاني، يعني كل صاج بياخد حوالي ربع كيلو دقيق سبونج. كل صاج بياخد ربع كيلو دقيق سبونج. همسح كده كويس وانضفها، عشان خاطر ده كله دافعين فيه فلوس ومكلفنا، فاحنا مش هنسيب حاجه. بعد كده هساوي الصاج التاني وادخله. طب هيفضل لمدة قد ايه؟ هي 10 دقايق. 10 دقايق، وتحطي فيه خلة اسنان في النص، هتشوفيه هتطلع نظيفة. خلاص كده استوى. لسه تستني عليه 5 دقايق تاني، بس المهم انك ما تتأخريش عليه عشان خاطر ما ينشفش منك، تطلعيه طري وحلو، وبعد كده تغطيه وتسيبيه. ده اول حاجه دقيق الاسبونج الفانيليا. زي ما قلت لكم هنحط على صاجين النص كيلو، يعني الصاج بياخد ربع كيلو. هدخل الصاج التاني وهنشوف هنعمل الاسبونج الشوكولاته ازاي. بس اخبطه الاول كده عشان نطلع الهواء اللي فيه، وعشان يبقى متساوي. شايفين بخبطه ازاي؟ تخبطيه كده وتسويه عشان خاطر يطلع الهواء اللي فيه ويبقى متساوي معاكي. طلعناه كده اهو، بصوا عامل ازاي ولونه حلو ازاي. مش هياخد معاكي غير 10 دقايق، وزي ما قلتلك اهم حاجه تحطي فيه في النص مش في الجنب، في النص. خلة الاسنان لقيتيها طلعت نضيفه كده خلاص، الكيك معاكي استوى. ودرجة الحرارة أعلى درجة، وفي الشبكة اللي في النص. هنطلعه نغطيه زي ما شفنا وهنسيبه على جنب. هنيجي بقى هنعمل الكيك الشوكولاتة، السبونج الشوكولاتة. هنزل برضو ب6 بيضات زي ما عملنا في الفانيليا، هنعمل بالظبط في الشوكولاتة. 6 بيضات معاهم معلقة صغيرة فانيليا، معاهم معلقة كبيرة من الخل، وهنزل معاهم برشة ملح بسيطة، ونص كيلو سبونج شوكولاتة. وبرضو الفانيليا حطينا فيهم رشة ملح بسيطة. هعمل برضو هضرب نفس الخليط، هضربه كويس لغاية ما يديني الكريمي اللي احنا بنشوفه في الخليط، كأنه كريم شانتيه. ونص كوباية المية، نفس النظام بالظبط. هضرب كده زي ما انتوا شايفينه، برضو بالمضرب اليدوي او مضرب كهرباء او عجان، اللي متاح عندك اعملي بيه. هضربه كده زي ما انتوا شايفينه. هنزل برضو بالصاج بصوا هحط ورقة الزبدة. طب لو ورقة الزبدة مش راضية تثبت معاكي، بحتة من الخليط كده بسيطة بالمعلقة، وادهني بيها الصينية والورقة الزبدة، هتلاقيها مسكت معاكي في الصاج. هنزل بنص الخليط كده في الصاج، وهخلي النص التاني للصاج التاني، يعني ربع وربع، يعتبر في الصاجة ربع كيلو.
هسويها كده بالمعلقه، واحلى حاجه انك تسوي بالمعلقه كده عشان يبقى متساوي في الجوانب وفي النص، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. وبعد كده تخبطيها وتحركيها زي ما شفتوا عشان خاطر الخليط يبقى متساوي وتطلع معاكي الكيكه متساويه، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. اول ما تيجي تعمليها تورته تتعبك وما تتظبطش معاكي. بس كده نفس النظام برضو، درجة الحرارة عالية في الشبكة اللي في النص، هياخد 10 دقايق وهشوفه بخلة الأسنان مظبوط ولا لسه. طلعت نظيفة خلاص كده، ما لسه فيها عجين، هستنى لها 5 دقايق تاني. بس كده طلعنا الاولانيه اهو. نفس النظام هغطيها واسيبها. طيب تحبي تعملي الكيكه امتى؟ لا اما بالليل لا اما الصبح بدري لو انت هتشتغلي فيها بالليل، لا اما لو هتشتغلي فيها الصبح تعمليه بالليل. المهم تعمليه قبلها فتره. ليه؟ عشان خاطر يرتاح الكيك وما يتكسرش معاكي. يعني لو هتعملي التورته الصبح تعملي الكيكه بالليل، لو هتعملي التورته بالليل تعملي الكيكه الصبح. خلاص كده احنا طلعناها من الصيجان. غطيتها كان بالليل الكلام ده، وغطيتها وسبتها لغايه الصبح. قمت الصبح بقى ايه، قلبتها كده وهطلع الورق الزبده اللي انتوا شايفينه. طبعا الوش اللي انتوا شايفينه ده انا كنت مغطياه بورق وخلاص كده هقشره. ما حبيتش اطول معاكم عشان خاطر الفيديو ما بقاش طويل. كل اللي عملناه ان هنقشر الكيكه الاسفنجيه، الكيك في الوش يعني، عشان القشره دي ما بتبقاش محبوبه وتبقى الزفاره فيها، وهنركنها كده وهنقصها نصين زي ما انتوا شايفين. عملنا الكيكه الفانيليا زي ما عملنا كيكه الشوكولاته بالظبط. هنركنهم هما الاتنين جنب بعض وهنسيبهم بقى ونحضر الكريمه بتاعت التورته. غطيتهم وحطيت لهم احط لهم مثلا فوطه، كيس عندك اي حاجه عشان خاطر يفضل طري وما ينشفش معاكي. جبت كده ربع كيلو كريم شانتيه، هنزل عليهم بمعلقتين 3 سكر، وهنزل عليهم يعني بصوا انا جبت الكريم شانتيه ده حطيت معاه حوالي كوبايه موز فراوله كان عندي، وكملت بكريم شانتيه. يعني ده مختلط مع بعضه، كريم شانتيه على موز فراوله، هيديكي طعم حلو. ما عندكيش موز فراوله مش مشكله، هو انا كان عندي فانا حطيته عشان يدي ايه طعم كده ومزازه حلوه للكريمه. انت ما عندكيش مش مهم، اعملي بكريم شانتيه بس. لو عايزه تعملي بموز فراوله بس اعملي، يعني على حسب ما تحبي. طبعا ده لبن زي ما انتوا شايفين متلج، بتنزل منه قطع تلج لازم عشان يكون خاطر الكريم شانتيه معاكي ما بيسيلش وكويس ويطلع مظبوط. تحطي له لا ميه متلجه لا ايه لا لبن متلج. يعني لو حابه انت تضيفي ميه مش عايزه تحطي لبن براحتك حطي ميه، بس المهم تكون الميه ساقعه ما تكونش سخنه ولا من الحنفيه. هنزل كده باللبن وهدوقي تشوفيه السكر مظبوط تمام. لا حابه تحطي سكر تاني زودي السكر اللي انت عايزاه. واللبن هتنزلي بالتدريج حبه حبه لغايه ما يديك القوام المظبوط اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده يبقى ايه مظبوط. يعني ما تنزليش بكل مره واحده عشان تاخدي القوام المظبوط اللي انت عايزاه. كده حضرنا الكريم شانتيه، وهنبدا نشوف نحشي اول حاجه الايه الكريم التورته الفانيليا. بعد كده انا عامله ايه الاول، عامله الشربات ده ايه، كوبايه سكر عليهم كوبايتين ميه، وهتسيبيهم يغلوا على البوتاجاز لمده 5 دقايق. يعني هيبقى شربات خفيف ومعاهم نص ليمونه. الشربات ده ممكن برضو تحضريه بالليل مع الكيكه. يبقى كده احنا هنحضر الكيكه والشربات مع بعض وهنسيبها لتاني يوم، لا اما الصبح وهنعمل بالليل زي ما تحبي. كده خلاص انا حضرت الشربات. الازازه اللي انت شفتها دي كانت كاتشب، بس انا طبعا منضفاها ومخلياها للشربات بس. هحطه في بدل ما احط بالمعلقه ويبهدل الدنيا بحطه في الازازه وارش على الكيكه. هحط اول حاجه من الكيكه الاسفنج، هحط كده قسمتها زي ما انتوا عارفين نصين. انا قستها كده بشوفها مظبوطه مع بعضيها ولا لا. طلعت مظبوطه. هجيب كده الشربات وهرش على الكيكه زي ما انتوا شايفين كده رشه بسيطه عشان خاطر تديني طراوه. ولو اني الكيك زي ما انتوا شايفين مش محتاج طراوه، طري وهش لوحده يعني، بس لازم احط له من الشربات حبه. هنجيب كده كيس. انضف حاجه تعملي بيها الكريم شانتيه انك تجيبي كيس وتعبي فيه الكريم شانتيه عشان خاطر ايه ما يعني مش بالمعلقه والكلام ده كله، لكن الكريم شانتيه انضف لك واحسن لك في الكيس. هجيب كده هحبي في الكيس الكريمه وهبدا احشي بيها الكيكايه.
اهو بقصها كده وهبدأ احشي بيها الكيكة. سهلة وبسيطة صدقوني، بس هي اول مرة هتكون معاكي انت هتحسي انك ايه، متلخبطة، مش عارفة، خايفة تبوظ منك، كل ده هيحصل معاكي. بس ايه، ما تخافيش يعني، مرة في مرة هتتعودي على طول. اعملي اول حاجة ليكي في البيت او لولادك زي ما تحبي، وبعد كده لو حابة تعملي مشاريع، حابة تطلعي اونلاين، هتبدأ هتلاقي نفسك عملتي، وكله ده في بيتك، ولا انت تطلعي ولا تدخلي، ويبقى مشروع سهل وحلو. وكل الناس بتحب تاخد تورت، وعايزه اقول لكم انها بقت مكلفه وباسعار خياليه بره في المحلات، بس عايزه اقول لكم برضو يعني هم غصب عنهم الحاجه غليت، والحاجه دلوقتي ولعت نار زياده، مش النص ده التلات ارباع في الحاجه. اللي حطيته، حطينا طبعا الكريمه، حطينا عليها موس فراوله، انا عندي موس فراوله حشيت بيه. لو انت حابه برضو تحطي موس الفراوله حطيه، مش حابه براحتك، يعني الحشوه اللي انت عايزاها بمزاجك حطيها. بتحبي موس الفراوله حطيه، ما بتحبوش ده صوص فراوله، اسفه مش موس فراوله، صوص فراوله. لو بتحبيه حطيه، ما بتحبوش براحتك. وايه كله يعني شغال معاكي، مفيش حاجه هتقف عليه. هعمل ايه؟ هعمل الكيكايه كلها كده، هحط الكريمه واحط الصوص الفراوله واحط عليها طبقات الكيك اللي انا مقطعاها ومحضراها، وهحط عليها الشربات. اول حاجه احط الشربات، بعدين الكريمه، بعدين صوص الفراوله، وهكذا لغايه ما اخلص الكيكايه كلها حشو. كل اللي هعمله دلوقتي ان هحشي كله وهسويها، وبعد كده هعمل ايه؟ هحطها في التلاجة. اهم حاجة انك تحطيها في التلاجة عشان خاطر الكريمة تمسك وتشرب في الكيكاية. بس كده تسويها عندك مثلا زي اللي عندي دي، اعملي بيها. ما عندكيش حتى لو مسطرة بتاعت ولادك، حتى لو مسطرة انت بتشتريها من برا، اعملي بيها. عندك مثلا سكينة مظبوطة حلوة كده عريضة، اعملي بيها. يعني ما توقفيش على حاجة. وانا ناسي اقول لكم دي اسمها ايه، نسيتها والله. اللي فاكرها يقول لي عليها في التعليق يا جماعة، مع ان انا فاكراها بس نسيتها مش في بالي. المهم ان بعمل بيها، وعندي منها طقم، بس هي ايه دلوقتي مش جايه في دماغي خالص. خلاص كده هنظبط الكيكايه وهنحط عليها الكريمه كلها. طبعا الكريمه اللي انا عملتها جت مظبوطه لايه، للكيكايه بتاعتنا التورتايه. حطيتها كده في التلاجة، وهنيجي نعمل بقى حشو الكريم. الكريم ايه، شوكولاته، اللي هو للكيكه اللي بالشوكولاته. هجيب كده نفس النظام، ربع كيلو كريم شانتيه، حط عليهم معلقتين ونص، وبرضو احتجت ان حطيت معلقه سكر تاني، معلقتين ونص سكر. وهنزل برضو بلبن متلج، وزي ما قلت لك لو مش عايزه لبن وعايزه تضيفي ميه مش مشكله، هيطلع طعمه حلو وكل حاجه. وعامله ايه بقى للكريم شانتيه ده، انا حاطه يعني قطعه شوكولاته عليها ربع كوبايه لبن، سخنتها على النار ودوبتها، وهنزل بيها على الكريم شانتيه. انتي حابه تجيبي موس شوكولاته من عند مستلزم الحلويات هاتي، مش حابه وعايزه تعملي دي، عايزه اقولك برضو بيطلع طعمه تحفه وزي العسل كانه موس شوكولاته بالظبط. قطعه شوكولاته هتحط عليها ربع كوبايه لبن، وهتسخنيها على البوتاجاز، هتسيح معاكي وتدوبيها، وتنزلي بيها على الكريمه بعد ما تضربيها، ويطلع معاكي القوام زي ما انت شايفه. بصوا مظبوط وحلو، وبيبقى طعمه تحفه. برضو هنحشي بيه التورتايه الشوكولاته. بس اهو انا بدوق عشان خاطر اشوف السكر مظبوط ولا هحتاج احط سكر تاني. حطيت سكر تاني، حسيت ان ايه، لا عايز سكر، حطيت معلقه سكر. واهم حاجه انك تدوقيه وتشوفي السكر معاكي مظبوط ولا لا، ما تعملهوش ناقص سكر وما تعملهوش زياده، عشان اللي ياكل كده ايه ما يجزعش منه لما يكون زياده في السكر، لكن لما يكون مظبوط هياكل منك قطعه واتنين ويبقى حاسس انه ايه مش شبعان كمان، لان السكر بتاعها مظبوط. ما تكتريش وما تقلليش، خير الامور الوسط. هعبي كده الكريمه في كيس، نفس النظام زي ما قلت لكم. احلى حاجه تحشي بيها الكيس، اي كيس عندك، كيس تلاجة نضيف تحطي فيه، منا ما يبهدلكيش الدنيا، ومنا مش هياخدلك اي يعني زياده ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم ان كانت فيه
يعني اقول لكم ايه، بس الدبانه كانت مطلعه عيني. انا طفيت النور ووقفت الكاميرا وطلعت ونشيت ورجعت تاني، وبرضه كانت مطلعه عيني، لدرجه ان ناردين كانت بايه بتنشيلي ورايا عشان خاطر تطلع، وكانت مطلعه عيني. وطبعا ما كنتش هنفع ارش اي رش وانا بعمل في التورته. وبعد كده مشيت، ما لقيناهاش تاني. المهم حطينا اول حاجه الطبقه برضو بتاعت الشوكولاته، ونفس الحكايه لما طلعت غطيتها بورق من الفرن. وبعد كده لما تيجي يعني تشيلي من عليها الورق، هتلاقي الطبقه القشره اللي من فوق ملهاش لازمه دي خلعت معاكي. هتنضفيها انت بايدك، وهتلاقيها ايه خلاص نطفت كده الكيكايه وزي الفل. ما تسيبيش الطبقه دي، عشان الطبقه دي هي اللي فيها ريحه الزفاره ومش محبه في الاكل، يعني مش محبوبه. بس كده هنزل بالكريم شانتيه الشوكولاته اللي احنا عاملينه، ودهنا طبعا شربات زي ما حطينا رشينا شربات، وحطينا بعديها الكريم شانتيه. وهنزل بايه بشويه صوص شوكولاته من اللي اتبقى عندي اللي حطيته للكريمه. الكريم شانتيه اللي احنا عملناه بالشوكولاته، اتبقى عندي صوص شوكولاته، فاحنا ايه هنحطه كل ما نحتاج في الحشو ونحط منه. يعني مش هنرميه خساره، بالعكس هيديكي طعم حلو جامد في ايه في التورته كده لما تقطعيها، واللي يجي ياكل يلاقي كريمه وصوص شوكولاته. بصوا بقى، للعشاق الشوكولاته خيال ليهم. في ناس كتير بتحب الشوكولاته اكتر من الفانيليا، في ناس ما بتحبش اصلا الفانيليا، وفي ناس ما بتحبش الشوكولاته عادي. يا جماعه كل واحد وذوقه في الاكل. بس كده هسويها وهحط الطبقة التانية، ونفس النظام زي ما عملت في الفانيليا هعمل في الشوكولاتة برضو، واظبطها كده. بصوا اهو صوص الشوكولاتة اللي انا ايه سيحته بحطه في النص لغاية ما هاخده كله واخلصه. نفس النظام برش كده من السيرب اللي انا عاملاه، وبحط الكريمة. بصوا انتوا يعني سهله، مش لازم انت تعملي فانيليا وشوكولاته مع بعض، ممكن تعملي دي لوحديها ودي لوحديها، تبقى لك اسهل برضو وايه واقل. دي بس عشان انا مطلوبه مني، كانت مطلوبه مني لمين دي الحفيد اختي، فطبعا دي غاليه عليا. روفانيو حبيب قلبي لازم اعمل له تورتيه جميله حلوه زيه عسوله. فاحنا عملناها ليه زي ما هم حابين شوكولاته وفانيليا. انت ممكن تعمليها فانيليا بس، ممكن تعمليها شوكولاته بس، زي ما تحبي يعني. فكل ما هتعمليها مثلا فانيليا لوحديها هتبقى تكلفها اقل، كل ما تعملي شوكولاته لوحديها برضو التكلفه أقل. حابه تعملي الاتنين براحتك، يعني كله يرجع لك انت على حسب راحتك، وعلى حسب انت عايزه ايه وولادك عايزين ايه. بس مهما تعمليها في البيت لا يمكن هتكلفك زي ما هتجيبيها من بره، ولا في النظافة ولا في الاكل ولا في الطعم ولا في ايه ولا في الفلوس. في كل حاجة دلوقتي بتجيبيها من بره حاجة تانية، ولا تحس بطعمها ولا حاجات غريبة كده بتجيبيها. يعني حبة كريمة بتاكلي فيها، مش اي حاجة تاني، ما تحسيش ان فيها كيكاية. بعد ما خلصنا كده هنقطع الحروف بتاعه التورته. ليه هنقطعها؟ عشان خاطر دي الحروف الناشفه اللي كانت في الصاجه. هنظبطها كده عشان تبقى مظبوطه وحلوه متساويه مع بعضيها التورتيه كلها. اهو بصي، اول ما تمشي كده بالسكينه هتقطع معاكي الحروف الزياده كلها وهتبقى متساويه. بصوا اهو هتشيليها. طب دي هيترمي طبعا، صدقوني ده ما اترمى، ده بصوا يعني اتاكل من ورايا في لمح البصر في ثانيه كده. حطيت الطبق ورايا على الرخامه ما لقيتهوش، لان طبعا طعمه حلو وما فيهوش اي حاجه وحشه. وغير كده يعني ما كانش ناشف ولا حاجه عندي، كانت الحروف طريه وحلوه. بس عشان خاطر اول ما اجي هزين التورتيه تبقى متساويه وشكلها حلو، مفيش حته زياده مفيش حته نقص زي كده. بصوا هتمشي بالسكين كده هتلاقي نفسيكي الحروف الزياده بس هي اللي اخدتها السكين معاكي اهي. هتلميها كده في طبق تديها لاولادك ياكلوها، تحط عليها صوص شوكولاته وتعمليها انتي كور كده حلوه برضو اي حاجه. يعني هي مش هتترمي، يعني مش هتترمي. بعد كده خلاص انا بعد ما قطعتها هتحطيها في التلاجة وهتسيبيها لغايه ما تحضري الكريم شانتيه للتزيين من بره. حطيت ربع كيلو برضو، حطيت عليهم معلقتين 3 سكر، ونزلت برضو بلبن متلج. خلاص كده ضربناها، واحنا عارفين هنضرب ازاي الكريمة عملناها برضو. وهنيجي بقى نحطه في الكيس، وهنحط الكيكاية كده
وهلف بالكيس على الكيكايه اهو. زي ما انتوا شايفين الكريمه بتنزل منك سهله وبسيطه، ومش هتعملك فتافيت زي ما انت تجيبي بالمعلقه كده وتزيني، لا، احسن حاجه بالكيس. هتحطي انضف ومش هيبهدلك الدنيا، وهيسويلك التورتايه اهو. بصي زي ما انت شايفه، ومش هيحتاج منك انك انت تحطي بالمعلقه ويقع منك والكلام ده كله، لا، هتحطي كده ومش هيعملك فتافيت للايه، للتورتايه. وبعد كده انت تسويه اهو زي ما انت شايفه كده. بصي اهو الكريمه اللي حابه، انت حابه تحطي كريمه كتير حطي، ما بتحبيش الكريمه كتير فيها، او اللي طالبينها منك مش عايزين كريمه كتير فيها. في ناس ما بتحبش كتر الكريمه فيها، في ناس بتحب الكريمه كتير. انت حابه تحطي لهم كريمه كتير، او اللي طالبينها منك ماشي. هم مش حابين، او انت في بيتك مش حابه، ماشي، ما تعملي، ما تحطيش كريم كتير، زي ما انت عايزه. يعني هجيب كده حبه ميه ساقعين في اي طبق واحضرهم عشان خاطر اسوي بيهم التورتايه. كل ما اسويها كده الزياده دي بشيلها، او اللي بيزيد مني بشيله. وبعد كده بحط ايه، بحطه زياده في اي طبق تاني، وبنضف القطعه اللي في ايدي دي. مش قطعه، بس مش فاكره هي ايه، مش مشكله، يلا. هنعمل ايه، هننضفها بالميه اللي احنا حطيناها جنبينا. ليه؟ كل ما، ولو عندك بخاخه ورشيت عليها هيكون احسن. كل ما هتغسليها بالميه هتديكي لمسه حلوه على الكريمه. يعني هتملسي كده بالراحه على الكريمه. يعني انتوا مش انتوا فاكرين ان انا بمشي كده، لا، ده انا بملس كده على الكريمه وانا ماشيه بيها، عشان خاطر تديكي التساوي اللي انت عايزاه. بس ولو الحته لقيتيها لا فاضيه، او لقيتي فيها ناقصه كريمه، هاتيلها حته كريمه تاني وكملي بيها. بس زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا انا بمشي بالراحه، بملس مليس، وبغسلها في الميه وبرجع تاني بملس اهو. بالايه، باي جزء يعني اهو. كل جزء بملس بالراحه وبرجع اغسلها وارجع تاني، يا دوبك بالراحه اهو. بصوا، والحته اللي بلاقي فيها الكريمه خفيفه او الكيكايه ظاهره بجيب لها حته كريمه تاني، وبمشي تاني، تمشي على طول. يعني انت تلفي التورتايه وانت ماشيه، هتاخدي التورتايه من فوق، من قدام لورا، من قدام لورا، عشان خاطر ايه، الوش يتساوى معاكي اهو. بصوا من قدام لورا، وبعد كده ترجعي تغسليها وترجعي تاني تملسي على الوش من فوق. طبعا هنعمل الكريمه الفانيليا الاول، وبعدين هنسوي الشوكولاته، عشان الفانيليا ما ينفعش نعمل الشوكولاته ونرجع نعمل فانيليا. هنعمل الفانيليا ونساوي الوش الشوكولاته بس كده. وننضف القاعده بتاعتنا ونحطها برضو في التلاجة عشان خاطر تمسك. يعني ايه، احنا كده كده هنحط زينة تاني على الكريمة، فمش محتاجة انك تملسيها جامد. يعني حتى لو في حتت مش متساوية معاكي وانت مش عارفة اول مرة، التزيين اللي هنحطه هيضريلك اي حاجة معاكي في الكريمة. طيب هنيجي نعمل ايه، جبنا سيحنا شوكولاتة على الحمام بخاري، قطعة شوكولاتة كده حمام سيحتها على الحمام مية، وكده ساحت معايا. هحطها في ورقة، عملت ورقة قرطاس، واحط الشوكولاتة اللي ساحت، وهنكتب بيها روفانيو هابي بيرث داي زي ما انت شايفة كده. لو ما بتعرفيش تكتبي الاسم اللي انت عايزاه بالانجليزي، اكتبيه في ورقة لوحده، او طلعيه من على النت واكتبيه، وبعد كده خدي الحروف بتاعته اكتبيه. جبت كده حوالي ربع كيلو شوكولاتة وبشرتها بالمبشرة. طيب لما بشرتها كده لقيتها نازلة ناعمة جامد، مش هتبقى حلوة في التورتايه. عملت ايه، جبت كده المبشرة بتاعت البطاطس، وكأني ببشر بطاطس. طبعا الشوكولاتة مش هتكون جامدة جامدة، الدنيا حر، وتكون معاكي طرية شوية. ممكن تعمليها زي ما كنت بعمل كده، كأنك بتبشري بطاطس، او كأنك بتعملي بطاطس شيبسي دي او دي، ممكن شغال معاك. وهنجيب كده الشوكولاتة دي وهنرشها على جوانب التورتة اهو، هتديكي شكل حلو خالص، وهتمسك على طول في الكريمة زي ما انت شايفه. هترش كده وهتمسك على طول في التورتايه. بس كل اللي هتعمليه هيديكي شكل حلو خالص. رشيناها كده وسويناها،
وتمسحي اي حاجه زياده نازله منك، طبعا مش هتترمي، هتلميها تاني وتحطيها في كيس، لو احتجتيها لاي حاجه هتسيحيها وتستخدميها. هجيب كده قرطاس، بصوا شايفين اللي هو عامل زي الايه، الورده عندي. هتحطيه في كيس حلواني، وهتاخدي حبة كريمة بس تكوني ضرباهم يكونوا جامدين شوية، ما يكونوش سايحين، عشان تعملي بيهم وردات للتورت، عشان الوردة ما تطلعش سايحة منك، تبقى واقفة وحلوة في الايه، في التورت. وهاجي كده هزين بيها وردات صغيرة في التورتاية من تحت. بصي يعني انت يعني اي تزيين بيه هيجي في بالك، اهم حاجة انك تعملي الحشو الكيكة الاسفنجي، وبعد كده التزيين ده يرجع لك زي ما تحبي. اي تزيين انت حباه وعايزة تعمليه اعمليه اللي يجي في بالك. يعني ممكن انا ابقى واقفة ومحتارة مش عارفة ازين ازاي، وبعد كده يجي في بالي مثلا اعمل وردة من هنا، اعمل خط من هنا، اعمل ببص الاقي التورتايه طلعت تحفه وزي الفل. مثلا حد عندي يا جماعه، محدش عنده مثلا رأي، عندك حاجة كده فكرة في تزيين التورتة، مثلا اعمل حاجة كده، ممكن يقول لي اعملي كذا اعملي كذا، اخد فكرة منه على فكرة مني، يطلع لك احلى تزيين. يعني تزيين التورتة سهل وبسيط زي ما تحب، الفكرة اللي انت عايزاه. ممكن لو انت هتعملي شغل تسألي اللي طالب منك اوردر مثلا او تورتايه، حابب ايه، حابب احط لك ايه، حابب ما احط لكش ايه. في ناس مثلا مش عايزه صوص شوكولاته، في ناس مش عايزه صوص موس فراوله، مش عايزه صوص فراوله. في ناس حاجات كتير، في ناس بتحب تحط فراوله، في ناس ما بتحبش تحط فواكه، في ناس بتحب الفواكه. يعني برضو لو انت هتعملي لحد بره لازم تسأليه انت حابب التورتايه يكون فيها ايه. لكن انت لو عاملاها لبيتك انت اللي حباه بقى حطيه، اللي عارفاه انت هتاكليه وولادك هياكلوه حطيه ليهم. مش يعني مش شرط ان مثلا انا عامله حاطه مثلا فواكه، لا لازم اللي عامله احط انا فواكه، لا مش شرط انا حاطه شوكولاته انت تحط شوكولاته، لا طبعا زي ما تحبي تزيني زيني. طبعا الوردات اللي انا عملتها من تحت عملت منها من فوق، وعملت كده مربعات بكريمه الشوكولاته اللي احنا عملناها لحشوه الكيكه، كان فاضل منها، فانا عملت ناحيه الشوكولاته، عملت المربعات اللي انتوا شايفينها دي بنفس القمع بالورده اللي عملت بيه من تحت، عملت بيه من فوق. وعملت كده جزئتها عشان خاطر احط فيها ايه، في كيكه الشوكولاته، شوكولاته وصوص شوكولاته والحاجات دي. اما كيكه الفانيليا سبتها كده عشان خاطر احط فيها ايه، الاسم اللي احنا عملناه بالشوكولاته. شفتوا سهله ازاي وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه. بس هو كل الحكايه انك هتشتري دي الاسبونج، وهتشتري معاها الكريم شانتيه. لو انت هتعملي كيكايه واحده هتاخدي نص كيلو كريم شانتيه، ممكن يفيض عندك منه، مش هتحطيه كله. لو انت هتعملي الكيكايه شوكولاته او فانيليا، ممكن هتاخدي حوالي كيلو الا ربع كريم شانتيه. الشوكولاته هاتيلك ربع كيلو، واللي هيفيض منك هتخليه، يعني مفيش حاجه هتترمي، كله هتحتاجيه في اي حاجه، في اي نوع حلويات تاني. بس فهي سهله وبسيطه، ولو ولادك نفسهم في تورته، نفسهم مثلا انت مفيش يعني في مقدرتك تشتريها، وطبعا احنا عارفين بقت الاسعار حاجه خياليه بره، اعمليها في البيت هتطلع معاكي حلوه، ومستحيل اللي هتشتريها زي اللي انت عاملاها في البيت، طبعا انضف واحسن زي ما قلتلك، واطعم، والله اطعم يا جماعه. وعن تجربه ان كل الاداء بتاعتي الاحلى طبعا من بتاعت بره. واحنا كنا مش شكرانيه في ان انا اللي عاملاها، لا بس هي فعلا حاجه نظيفه، وحاجه انت ضمناها وعاملاها في بيتك وعارفه انت عامله ايه. بس كده حطينا الحروف زي ما انت شايفه اهو، وحطينا طبعا اسم استاذ روفانيو. طبعا احنا ما قدرناش نكمل التورتايه، ما شالتش اسمه، حطينا روفي، وحطينا هابي بيرث داي، وبس كده. يعني حاجة بسيطة بس طلعتها شكل. وعلى فكرة لو معاك حرف انت عملتيه، طبعا احنا هنحط زي ما شفتوا القرطاس اللي احنا عبينا فيه الشوكولاتة وعملنا الحروف وحطيناه في الفريزر عشان يجمد معاك على طول. طب لو انت بتطلعي من على الورقة واتكسر معاك حرف مش مشكلة، خدي الحرفين
والزقيهم على التورتيه من فوق، هيتلزقوا مش هيبانوا ولا هيحصل فيهم اي حاجه. جبت كده كور شوكولاته من اللي تتباع كريسبي من عند مستلزم الحلويات برضو، حطيتها كده لفيته على وردات الكريمه، حطيت معاهم كريز قطعته زي ما انتوا شفتوا برضو كده ولفيته على الفانيليا، وحطيت معاه كريسب ابيض للشوكولاته، حطينا توينجز كيك توينجز حطيناها، حطينا معاها كيك شوكولاته، ده صوص الشوكولاته اهو كان باقي برضو حطيناه. يعني حاجات بسيطة بس هتديكي شكل حلو وايه وجميل للتورتايه. الناحية التانية هنحط كريسب برضو. بصي مش شرط زي ما قلتلك، اللي انت عندك وعايزة تعملي بيه اعملي بيه، مفهوش اي حاجة تاني. طبعا لو وصلت لغايه هنا وما حطيتليش لايك يا ريت تحطي لي لايك، ما تنسنيش في اللايك عشان اللايك ده اللي هيرفع لي الفيديو. لو يعني تبقي مشكوره لو حطيتي لي تعليق حلو من عندك، ولو في اي راي عايزه تقولي لي قولوهولي، في حاجه مش عاجباكي قولي لي عليها، حاجه عاجباكي انا عادي بسمع عادي وما بزعلش. ويا رب تكون التورتيه عجبتك، ويا رب تجربيها وتعمليها وتشوفي حلوه ولا وحشه ولا ايه رايك فيها. يا رب تعجبك وتعمليها وتبقى سهلة. لو عندك عيد ميلاد لبنتك لابنك لو اي حد قريب ليكي اعمليها في البيت وفاجئيه بيها. بصي هتبقى احلى هدية ليه. شايفين يعني جبنا بسكوت اوريو حطيناه، الشوكولاتة اللي انتوا شايفينها السيجار دي كل حاجة بس اهو، وبسيطة وحلوة وادتنا شكل حلو برضو. ايه رأيكم فيها؟ يعني تورتايه حلوه، لو انت اول مره هتعمليها وتبقى سهله عليكم وما فيهاش اي صعوبه. يا رب تكون عجبتك واشوفكم على خير واقول لكم مع السلامه، باي باي.